اتربينا بطريقة مش اخدة في الاعتبار احتياجاتنا العاطفية الحقيقية. ابويا كان يقول لي انت لازم تفهم يا ابني ان انا بضحي، انا مش ما بقعدش معاك علشان خاطر وقتي، انا بقضيه في الشغل علشان اوديك المدرسة اللي انت فيها، عشان اشتري لك الجزمة اللي انت عايزها، عشان في يوم من الايام ادخلك الجامعة اللي انت عايزها. فانا اتعلمت ان الحب عبارة عن ان ابويا يبقى بعيد عن بيته بيضحي وبيشتغل كتير عشان يدخلني الجامعة. الست اتربت بانها موجودة عشان تسعد الراجل. تسعد الراجل ازاي؟ بانها تبقى زوجة كويسة، بانها تطبخ له كويس، بانها تاخد بالها من العيال لانها شافت امها بتعمل كده. فبالنسبة لها التربية بتقول انك انت احتياجاتك العاطفية، انك انت تتحبي، انك انت تتشافي، انك انت تدلعي، ما هياش مهمة قوي. المهم انك انت ترضي جوزك وتقومي بواجباتك المنزلية.